قائمة المنتخب الوطني الجزائري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا لحساب تصفية كأس العالم 2026 أعدت في ظروف خاصة بسبب الإصابات وغياب البعض عن بداية البطولة، سواء من أجل التحويلات أم لاختيارات فنية. ففي حراسة المرمى يغيب أوكيجا بسبب الإصابة، فيما لم يبدأ قندوز المنافسة مع مولودية الجزائر. أما موندريا فتراجع مستواه كثيرا، وكل المؤشرات توحي لاستدعاء الثلاثي قندوز بنبوط وابو حلفاية الأكثر جاهزية من بين كل الحراس المتواجدين حاليا. وفي خط الدفاع يغيب ريان أيت نوري المصاب مع مانشستر سيتي، ليكون بديله جوان حجام أساسيا مع استدعاء نوف الخاسف لاعب المنتخب المحلي. كما يغيب أيضا مداني وناير المصابين، وقد يعوضهما مدافع نادي بوروسيا دورتموند إلياس بنقارة وأدم عليلات أو أحمد توبة، مع استدعاء ماندي وتوغاي وبن سبعيني ويوسف عطال وبدرجة أقل جيتون. وسط الميدان ستكون فيه الاختيارات ضيقة بسبب تواجد بعض الأسماء بعيدة عن المنافسة، حيث ستشهد القائمة تواجد نبيل بن طالب بالإضافة إلى مازا وشيبي وبودوي وعوار الذين تواجدوا مع فرقهم في اللقاءات السابقة كأساسيين، فيما لم تتضح الرؤية في استدعاء الزروقي أو حتى حماد عبد الله، مع غياب طبعا بن ناصر الذي يبحث عن فريق قبل غلق الميركاتو الصيفي. وقد يكون البديل هاريس بالقبلة لاعب أونجي الذي يشارك باستمرار مع ناديه ويقدم مستويات جميلة. أما في الهجوم فلن تكون هناك مفاجآت كبيرة، وقد يحافظ بيتكوفيتش على نفس لاعبية التربص السابق، على غرار محرز عمورة بليلي بن رحمة بن زية بونجاح شياخة قويري وحاج موسى. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتوقعاتكم حول قائمة بيتكوفيتش لتربص سبتمبر في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك ولايك ليصلكم كل جديد.